ب3 حبات من البطاطس وبعض السمك يمكنني تحضير عشاء لذيذ. ابدأ بتقطيع 6 حبات من البطاطس الكبيرة إلى نصفين بالطول، ثم قطعها إلى شرائح وأخيراً إلى مكعبات. انقل هذه المكعبات إلى قدر كبير وأضف ملعقة ونصف صغيرة من الملح وغمرها بلتر من الماء. ضع القدر على نار متوسطة واترك البطاطس تغلي حتى تنضج. الآن قم بتقطيع بصلة واحدة إلى نصفين، ثم قم بتقطيع أحد النصفين إلى شرائح وأخيراً إلى مكعبات وضعها جانباً. بعد ذلك في مقلاة على نار متوسطة أضف قليلاً من زيت الزيتون والبصل الذي قمنا بتقطيعه. باستخدام ملعقة أو أداة تقليب قم بتحمير البصل قليلاً حتى يصبح لونه ذهبياً فاتحاً، ثم أضف فص ثوم مهروس واستمر في التقليب حتى يصبح ذهبياً.